بصراحة يا أستاذ رمزي أنا مش قادر أفهمك، إحنا ليه ما عملناش اللي اتفقنا عليه؟ دلوقتي الراجل ده واكل حقك وقافل الشقة ورميها وبيتحايل على القانون، إحنا نبقى طيبين معاه بمناسبة إيه؟ إيه الطيبة اللي إحنا فيها دي؟ مش مسألة طيبة يا ربيع، مش مسألة طيبة. أنا راجل مسالم، ما بحبش المشاكل. كل اللي أنا طالبه إثبات حقي. فيها إيه لو رحنا القسم عملنا محضر وقلنا للراجل ده قافل الشقة وبيتحايل على القانون؟ مفيش حاجة اسمها كده يا أستاذ رمزي، الراجل ملتزم معاك بدفع الإيجار وبيدفعه قبل ميعاده كمان، هنشتكي نقول إيه؟ أنا هستنى عليه لما يظهر وأتكلم معاه بالود الأول. لنفرض إن هو حب الود ده وتفاهم معاك وهيخلع من الشقة، أنت جاهز تديله فلوس؟ وأديله فلوس ليه؟ الله، دي شقة عملاقة وفي حي شيك ومحترم وإيجارها ملاليم، هيسيبها لك ليه يعني يا أستاذ رمزي؟ أكيد هياخد فلوس. لأنها حقي وهو مش محتاجها دلوقتي. هو برضه مش مجبر إن هو يسيبها لك، الراجل قاعد في شقته أو قافلها حتى وبيدفع الإيجار. وبعدين بيني وبينك بقى لو دخلت في سكة المفاوضات معاه مش هتخلص، رغي وهري وصداع أنت في غنى عنه ومصاريف كمان. وبيني وبينك أنا عارف الراجل ده كويس، هشام ده راجل غتت ودمه تقيل على قلبي ومش هيرضى يتفاوض من أصله. هو أنا هتجوزه يا ربيع؟ بقول لك إيه، معلش نستحمل غتاته دي شوية ونتكلم معاه بالحسنى الأول ونشوف هيقول إيه. ماشي، بس انا مش موافق على التصرف ده، خليك فاكر ان الخطوه دي مش عجباني، وهو دمه تقيل على قلبي ومش هيرضى يتفاهم، افتكر ده كويس. معلش خلينا أجرب الأول. يا ربيع، يا ربيع انزل من على دماغ رمزي بقى وما تحرضوش على الغلط. هو فين بس الغلط ده يا سحس؟ ده انا خايف على حقه بجيبه له بالقانون. على العموم انا اسف، انتوا حرين تتصرفوا بمعرفتكم. انا ما عنديش مشكله في مبدا ان احنا ناخد بريك شويه، بس مش دلوقتي. انا محتاجك جنبي والبعد مش حل. أنا أعصابي تعبت يا حازم، بجد أعصابي تعبت، أعصابي تعبت ومحتاجة وقت أبقى كويسة. ايه اللي حصل لكل ده يا ريم؟ ما احنا ياما اتخانقنا وياما زعقتلك، ايه اللي جد؟ ده اللي جد. ياما اتخانقنا وياما زعقتلي، بس ما كانش فيه لهجة شك ما بيننا. مش شك، انا متوتر الفتره دي، مش عارف بقول ايه ولا بعمل ايه. انا كل اللي اقصده انه ياما شفنا مع بعض انا وانتي، ولسه ياما هنشوف. كلامك دلوقتي غير كلمة إيه اللي جد، كلمة كلها شك وإهانة. مش شك ولا اهانه، ده ضعف. انا حاسس اني ضعيف، واللي حصل ده هزني جامد جدا، وعارف ان انت مالكيش اي ذنب. القرار كان قرار انا، ما خدتش رايك فيه وما حسبتش ممكن يوصلني لايه، بس خلاص صعب دلوقتي ان انا ارجع فيه تاني.